يا مساء الجمال. حكايتنا بدأت مع البنت دي واسمها ندي، وبنشوفها وهي محبوسة في مصحة نفسية، وبتقولك إن كل يوم بتجيلها رسائل من أصحابها بيلعنوا فيها سلسفين اللي جابوها. ومع إن ندي كانت بنت مراهقة عادية وهادية وذكية جدا، إلا إنه حصلت لها بلوى في حياتها حولتها 360 درجة، والبلوى دي تبقى صاحبتها جينيفر. وعشان أفهمك اللي حصل هنرجع كام شهر لورا، بس الأول ما تنساش اللايك والاشتراك. جينيفر وندي كانوا أعز صحاب في المدرسة، وكانوا عايشين في مدينة اسمها حفرة الجحيم، والاسم ده عشان المكان ده كان فيه شلال غريب فيه حفرة بتصرف المية، والعلماء كلهم مش عارفين الحفرة دي آخرتها فين. ومع إن جينيفر كانت مختلفة عن نيجي في كل حاجة، وكانت مغرورة جدا ومقضياها مع كل الشباب في المدرسة، إلا إنهم ما كانوش بيفترقوا عن بعض، وده اللي دايما بيخلي تشيب البوي فريند بتاع نيجي ما بيطيقش جينيفر، لأنها دايما لازقالها ومش مديالهم فرصة يقعدوا مع بعض. المهم في يوم جينيفر طلبت من صاحبتها يروحوا يتفرجوا على فرقة روك في بار متطرف في المدينة، وبعد زن التانية وافقت. ولما راحوا جينيفر قعدت تحلو على صاحب الفرقة، لكن نيدي كانت حاسة ان الفرقة دي فيها حاجة مريبة، خصوصا لما سمعتهم بيتكلموا على صاحبتها وانهم محتاجينها، بس في ايه لسه محدش عارف. وبعد شوية الحفلة بدأت والدنيا كانت ماشية تمام، لحد ما نيدي لاحظت ان في نار بدأت تنتشر في البار، ومفيش ثواني والدنيا ولعت والاتنين هربوا من الحريقة بالعافية. ساعتها صاحب الفرقة طلب من جينيفر انها تروح معاهم في العربية ويروحوا مكان تاني، فالتانية وافقت زي الهبلة وراحت معاهم وسابت صاحبتها. وبعد ما نيجي روحت البيت اتصلت بتشيب صاحبها وحكت له على الحريقة اللي كانت في البار، وان في ناس كتير ماتت. وقتها بتحس ان في حاجة غريبة في البيت، وهوب بتتفاجئ بجينيفر واقفة قدامها وجسمها متغرق دم وعمالة تطلع اصوات غريبة. وبعد كده قالت لها انت هتشوفي الجحيم في حياتك، واخدت بعضها ومشيت. ونيدي يا عيني فضلت مرعوبة وعمالة تعيط. وتاني يوم لقت جينيفر في المدرسة وأكن مفيش حاجة حصلت وبتتصرف عادي خالص، والمدرس بتاعهم قال لهم ان في 4 تلاميذ ماتوا في حريقة امبارح. فواحد من التلاميذ فضل يعيط على صاحبه. بعدها بنشوف جينيفر واقفة مع الولد ده وعمالة تعطف وتلطف، فالمعلم نسي صاحبه اللي مات واللي خلفوه كمان وراح مع المذيع على الغيبة. ساعتها جينيفر بتتحول وبتهجم عليه وتعمله بوفتيك. وقتها المدرس سمع صريخ، ولما وصل للمكان لقى اخينا معمول شاورما سوري، والشرطة وصلت والدنيا اتقلبت. وبعدها بشهر الناس كلها نسيت اللي حصل، بس الغريبة ان جينيفر كان باين عليها التعب وشكلها بقى غريب. ساعتها واحد زميلها في المدرسة طلب منها يتصاحبوا، ومع ان جينيفر ما كانتش بتطيقه الا انها وافقت وطلبت منه يجيلها البيت. فنيدي راحت تقضي الليلة دي عند صاحبها تشيب، والولد الغلبان يا عيني راح على العنوان اللي جينيفر اديتهوله. بس الغريبة ان العنوان ده ما كانش في بيتها، وكان في منطقة في المدينة لسه تحت الإنشاء، ولقاها مولعة شمعة ومشغلة مزيكا. فقال لك ده احنا هنقضي ليلة عنب. بس جينيفر اتحولت عليه هو كمان وعملته زبادي خلاط وشربت دمه. في الوقت ده نيجي كانت مروحة من عند صاحبها، فلقت نفس المنظر اياه وجينيفر جسمها كله دم، فطلعت جري على البيت ولسه هتخش تنام لقت جينيفر على السرير بتاعها، فتعصبت عليها وقالت لها انا عايزة افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فجينيفر حكت لها على اللي حصل بعد الحفلة اياها، وقالت لك ايه انها بعد ما ركبت العربية مع الفرقة اكتشفت انهم عايزين يعملوا طقوس غريبة ويضحوا بيها اعوذ بالله للشيطان، والطقوس دي عشان تخلي الفرقة بتاعتهم تتشهر وتبقى رقم 1. بس اللي حصل انهم بعد ما موتوها قصاد الشلال اياه ومشيوا، صحيت تاني ولقت نفسها غرقانة في دمها وراحت رايحة على بيت نيدي. وبعد كده اكتشفت ان مفيش حاجة ممكن تموتها ولا حتى تجرحها، بشرط انها تقتل البشر وتشرب من دمهم عشان تفضل حلوة وقوية، ولو ما عملتش كده هتبقى ضعيفة وممكن اي حاجة تموتها. فنيدي اتعصبت وقالت لها اطلعي بره وابعدي عني انا وتشيب. وتاني يوم راحت المكتبة ودورت على حاجة شبه حالة جينيفر وازاي تقدر توقفها، ولقت ان لحظة الطقوس اللي عملوها الفرقة وموتوا جينيفر الشيطان بنفسه لبس جسمها وبقى بيتحكم فيها. وبعدها راحت لتشيب وحكت له على حقيقة جينيفر، لكن هو طبعا ما صدقش وكان مفكرها غيرة بنات وخلاص. وبعد كده طلبت منه ما يروحوش سوا الحفلة اللي عاملاها المدرسة، لان هي كانت شايفة الحفلة دي هتبقى اوبن بوفيه لجينيفر، فطلبت منه يقعد في البيت وما يروحوش الحفلة، وهي جهزت نفسها عشان تروح وتراقب جينيفر. لكن تشيب ما سمعش الكلام وراح على هناك، واول ما جينيفر شافته حاولت توقع بينه وبين نيدي وقالت له انها كانت معجبة بيه من زمان، بس نيدي كانت واقفة قصاد حبها ليه وطلبت منه يروحوا مكان يقعدوا فيه لوحدهم. فالتاني رايل عليها وراح معاها. في نفس الوقت نيدي راحت تطمن ان تشيب مش هيحضر الحفلة ويسمع كلامها، لكن مامته قالت لها انه راح من بدري، فاخدتها جري على هناك. لكن على ما وصلت كانت جينيفر اخدت لها قطمة من رقبتها على المشي، ونيدي لقت تشيب غرقان في دمه، فنطت في حمام السباحة وحاولت تنقذه من ايديها.
وشغل الجنان بدأ، وجينيفر بدأت تطير في الهوا. وبعدين نيدي قالت لها ما لقيتيش الا الولد الوحيد اللي بحبه؟ ما كان قدامك شباب كتير في الحفلة، ولا انت عملتي كده عشان تنتقمي مني؟ والكلام ده عصب أمنا الغولة، ولسه هتعمل الجلاشة مع نيدي شيب راح طاعنها بالماسورة في بطنها، بس ولا كأنه عمل حاجة. وجينيفر سحبت الماسورة من بطنها وسابتهم ومشيت، وهي في أكتر لحظات ضعفها. وقتها تشيب بيكون بيطلع في الروح من كتر النزيف. وبعد ما مات نيدي قررت إنها تنتقم من جينيفر، فراحت لها البيت وحاولت تموتها، لكن جينيفر فضلت تتعارك معاها. وفي وسط شغل الشياطين بتاعها عضت نيدي من كتفها لحد ما الطاقة بتاعتها خلصت، ونيدي طعنتها في قلبها طعنة موت. في نفس اللحظة مامة جينيفر فتحت الباب ولقت نيدي ماسكة السكينة وجينيفر بتطلع في الروح. وهنا هنرجع للبداية لما نيدي كانت في المصحة النفسية بتقضي العقوبة بعد ما الناس كلها كانت مفكرة إن هي اللي موتت الناس دي كلها، وبعدها موتت صاحبتها. لكن المفاجأة إن العضة اللي عضتها لها جينيفر نقلت ليها نفس القوة اللي كانت عندها، فنيدي هربت من المصحة وقررت تروح تنتقم من اللي بدأوا الجحيم ده كله، وهم فرقة الروك. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت. باي.